غالب المشاغب. جاء الأستاذ إلى الصف ودق الباب، فلم يسمعه أحد، فقد كان الضجيج يملأ المكان، وأحدهم يمسك حقيبة فيفتحها وينثر ما بها، ثم يتحول إلى رفيق آخر فيخطف حقيبته وينثر ما بها، وهكذا، ويصعد فوق المقعد ويقول: أنا غالب القوي المشاغب. والصراخ من حوله يعلو بين خائف على حقيبته وبين من يحاول لملمة ما تناثر هنا وهناك. أمسك الأستاذ أحد التلاميذ فخاف وصاح: جاء الأستاذ! جاء الأستاذ! صمت الجميع وعاد كل إلى مكانه، ونزل غالب وهو يلهث. قال الأستاذ: تعال يا غالب. تقدم غالب أمام التلاميذ. قف مكانك. ذهب المعلم إلى غرفة الإدارة وأحضر مرآة قدمها له. قال: انظر إلى شكلك، ثيابك، كمك الممزق، شعرك المنفوش. سألتقط لك صورة، ما رأيك؟ ثم قال الأستاذ: من يوافق أن يكون غالب عريف الصف؟ يرفع يده. نظر غالب إلى رفاقه ينتظر أصابعهم بفرح، ولكن إصبعا لم ترتفع. قال الأستاذ بهدوء: أرأيت يا غالب، إن مظهر المشاغب يكون منفرا وغير مقبول ولا يحبه أحد. هل تريد أن تبقى هكذا يكرهك الأصدقاء لمنظرك ومشاغباتك؟ أطرق غالب رأسه خجلا واعتذر لرفاقه، ووعد الجميع بأن يكون غالبا المهذب القوي. وهكذا انتهت القصة. إلى اللقاء.